أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم ما جاء فيها. دعوة للاهتمام بمكافحة الآفات الزراعية. جمعية معاقي الحرب الوطنية تعمل على توسيع أنشطتها في القاش بركة. مناقشة البرامج التي تساعد في تعزيز كفاءة التعليم في ابن حيلي. تركيا تقصف عدة مناطق في عفرين بعشرات القذائف. فشل مساعي التوصل إلى تسوية حول ميزانية الحكومة الأمريكية. وعام 2017 ثاني أشد الأعوام حرارة على الإطلاق. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دعا وزير الزراعة السيد الرفاين برهي خبراء الزراعة للاهتمام بالسيطرة على الآفات والأمراض الزراعية ومكافحتها ورفع إنتاجية المزارعين. وأوضح في الاجتماع التقييمي لمشتل الحلحلة الزراعي الوطني أنه إضافة للشح الأمطار في العام الماضي فإن الآفات الزراعية كدودة الحشد الشتوية المترحلة أحدثت أضرارا بإنتاجية المزارعين، وشدد على أهمية التنسيق بين خبراء الزراعة والمزارعين. وأشار التقرير المقدم إلى توزيع أبقار الألبان والماعز للمزارعين في مديريتي صنعاء وسجنيتي، والقيام بأبحاث على البقوليات والبذور الزيتية والفواكه. وأوضح التقرير عن تنظيم دورات تأهيلية لحوالي 300 من خبراء الزراعة والمزارعين في تنمية النخيل والذرة الرفيعة والتنمية المروية ومكافحة الحشائش الضارة بالقمح، وتقديم 2000 من شتول التمر المستجلبة من الخارج للمزارعين في إقليمي شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر وكلية حمل الزراعية. ويقوم مشتل حلحلة الزراعي بالأعمال البحثية وتنمية البذور والمواشي في مراكز حلحل وقلوج وشامبقو وشعب وقحتلاي وحقات وأفديو والعاصمة أسمراء. نظمت جمعية معاقي الحرب الوطنية في 16 من يناير الجاري في مدينة بارونتو بإقليم القاش بركة اجتماعها التعبوي لتوسيع تنظيمها ومساعدة المعاقين المحتاجين وفتح فرص القروض التي تساعدهم لتحسين معيشتهم والابتعاد من الاتكالية. وقال مسؤول الفرع سي شملي ولد برهان إن هدف الجمعية هو تنظيم وتأهيل الأعضاء بمختلف المشاريع بالإضافة إلى تعزيز إنتاج الجمعية، حيث تم حتى الآن تأطير 3331 عضو في الإقليم، فيما تأهل 2140 من المعاقين بقرض قدره حوالي 44.4 مليون نقفة. من جانبه قال مسؤول قسم التأهيل بالجمعية السيد عند برهان جبر كورستوس إن إرادة الأعضاء القوية لإدارة معيشتهم بدخلهم لعب دورا كبيرا في إنجاح برامج الجمعية والحكومة. وذكر مسؤول الخدمات الاجتماعية في إقليم القاش بركة سيد جبر سلاسي النقاش فرع الجمعية في الإقليم لتسيير أنشطتها بفعالية معززة تأطيرها. عقد لقاء في منطقة ابن حيلي شارك فيه مدراء المدارس والمعلمين لمناقشة تعزيز كفاءة التعليم عامة وخاصة في إصلاح النواقص التي تظهر من الطلاب. وقال مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ مريح كيروس إن تحقيق الطلاب للنتائج الجيدة يرتكز على التنسيق ومتابعة المعلمين والآباء، موضحا التعرف على أهم النواقص والعمل المنسق للحد منها للتخلص من تدني اهتمام الطلاب. من جانبه قدم نائب منسق التعليم في المديرية الأستاذ سمر آب هبت ميكائيل تقريرا مفصلا حول نتائج امتحانات الشهادة الوطنية المتوسطة المحققة خلال 7 أعوام مقارنة بالسلبيات والإيجابيات مرفقة بالإحصائيات. وذكر بمشاركة 9 مدارس المديرية في امتحان الشهادة المتوسطة الوطنية عام 2016 و17 فيما نجح 58% من الطلاب المشاركين، مشيرا إلى انخفاض النتائج مقارنة بالأعوام الماضية. وقال المشاركون في الاجتماع إن قلة الكتب المدرسية وتدني متابعة الآباء والمعلمين من أهم المؤثرات السلبية على تدني نتائج الطلاب، داعين العمل القوي لتعزيز العملية التعليمية. هذا وتوجد في مديرية ابن حيلي 37 مدرسة بداية من رياض الأطفال وحتى الثانوية، ويدرس فيها هذا العام أكثر من 16,000 طالب وطالبة.
أوضح سكان بدة بمديرية الجلالو بأن تجمعهم مكنهم من الحصول على مختلف الخدمات الاجتماعية. وأشار السكان إلى حصولهم على التعليم حتى المرحلة الثانوية والخدمات الصحية والمياه الصالحة للشرب، مما شجع لتجمع القرى. وذكر السكان أن مشكلة المياه كانت الأصعب خاصة للمرأة، مشيرين إلى أن برنامج تعليم الكبار ساعد لمحو الأمية. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إلى الشروع في تشييد مبنى جديد لتطوير الخدمات الصحية. هذا ويقطن ضاحية بدة أكثر من 11,000 نسمة، وتضم قرى بوليلي وليعن بدة وسيموتي. ينظم سكان ضواحي قلاس وأشرا وعد أري والشبق وعد عمر في مديرية حقات بإقليم عنسبة نفيرا لشق طريق ترابي يؤدي إلى مناطقهم بطول 45 كيلومترا. وتشمل المهام التي بلغت الشهر الثاني شق طريق يبدأ من ضاحية قلاس ويمر بمنطقتي أشرا وعد أري، قاطعا منطقتي شبق وعد عمر ليصل في منطقة عد زقاي. وأشار مدراء الضواحي المشرفين على النفير إلى اكتمال 80% من الأعمال الجارية لصيانة وتمهيد الطرق المنجرفة وتوسعتها. وأوضح السكان لوكالة الأنباء بأن باستمرارية أعمال بناء الحواجز المائية الجارية في الأراضي الزراعية حتى شهر يونيو القادم. من جهة أخرى أوضح مراسل وكالة الأنباء الإريترية عن بناء عنبر لانتظار الحوامل واكتمال معظم أجزائه عبر النفير الأهلي لضمان صحة الأمومة والطفولة. سيداتي سادتي، نعود مع الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. على الصعيد العالمي، قصف الجيش التركي بعشرات القذائف عددا من المواقع في منطقة عفرين السورية دون أن ترد أنباء عن سقوط ضحايا جراء القصف. وأعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جنكلي إن القوات التركية قد بدأت بعملية عسكرية في المنطقة الكردية رغم مناشدة الولايات المتحدة لتركيا بالتركيز على قتال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية وعدم القيام بعمل عسكري في عفرين. من جهة أخرى، أعلنت وكالة أنباء الأناضول التركية إن الجنود الروس الموجودين في أطراف مدينة عفرين بدأوا بالانسحاب بعد يوم من قيام وفد تركي برئاسة رئيس الأركان التركي ومدير المخابرات بزيارة خاطفة إلى موسكو للحصول على ضوء أخضر روسي للقيام بعملية عسكرية في عفرين. كما قامت تركيا بحشد المئات من المسلحين السوريين الموالين لها على أطراف منطقة عفرين في كل من محافظة إدلب ومنطقة أعزاز استعدادا للزحف على منطقة عفرين في مرحلة لاحقة من العملية التركية. دخل الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأمريكية حيز التنفيذ من اليوم السبت بعد فشل محاولة التوصل إلى تسوية حول الميزانية على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وتدخل الرئيس دونالد ترامب. ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات الفيدرالية غير الرئيسية الذي يأتي في ذكرى مرور عام على تولي ترامب الرئاسة، بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الإغلاق المؤقت لمحاولة التوصل إلى اتفاق ولو مؤقت. وفشلت الغالبية الجمهورية في إقناع عدد كاف من الديمقراطيين بالموافقة على تمويل الميزانية الاتحادية بشكل مؤقت جدا. وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشاؤمه وغضبه. أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية الناسا أن 2017 ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق. وقالت ناسا إن متوسط درجة الحرارة على كوكب الأرض ارتفع بمقدار 0.9 درجة مئوية خلال 2017. وأضافت أن 2016 أكثر الأعوام ارتفاعا في درجة الحرارة على الإطلاق منذ عام 1880 عندما تم البدء في تسجيل درجات الحرارة. ويلقي الباحثون باللوم على هذا الاتجاه من ارتفاع درجة الحرارة على تغيير المناخ بشكل مباشر.
ويحذر علماء من آثار بيئية خطيرة إذا لم يتم الوفاء بالأهداف المعلنة في اتفاق باريس المناخي لعام 2015 فيما يتعلق باحتواء الاحترار العالمي لأقل من درجتين مئويتين من خلال خفض مستوى انبعاث الغازات المسببة للاحترار العالمي. ويربط العلماء ارتفاع درجة حرارة الكوكب بالنشاط البشري المسبب لانبعاث الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. في النبأ الأخير، تحولت العاصمة البريطانية إلى كتلة من الأضواء والأنوار مع انطلاق مهرجان لومير الذي يزين العاصمة البريطانية بالأضواء الملونة المبهرة. وأشرقت ليالي لندن الشتوية المظلمة بهالة من الأضواء الساحرة، حيث أقيم عرض فني يضم مجموعة من الأعمال التي يتم عرضها بشكل عام وتستخدم الضوء كوسيلة. وازدانت عاصمة الضباب بالأضواء والأنوار مع انطلاق المهرجان الذي يجتذب الكثير من البريطانيين ويعد الأكبر من نوعه في بريطانيا. وقالت هيلين مارياج المديرة الفنية للومير لندن إن إجمالي 58 منشأة تحمل رسالة، ويستمر المعرض حتى 21 من يناير. هكذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.